ما كانت رزينة جدا وحكيمة جدا، يعني حتى في ظل هجومنا دلوقتي على السوشيال ميديا ولابد من حظر موقع ما أو حظر موقع آخر، ولكن السيد الرئيس بالعكس قال أثنى على السوشيال ميديا وقال إنها تكنولوجيا جيدة جدا، ولكن الفكرة في حسن استخدامها. ويمكن هنا كان يتحدث عن سياسة الاستخدام العادل والاستخدام الصحيح للسوشيال ميديا. معركة الوعي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي كانت إحدى المعارك اللي مصر خاضتها من بداية 2013، لأن كان فيه هجوم كبير جدا، كان في محاولة لتزييف الوعي لدى الشباب ولدى الشعب المصري، ولكنها انتصرت في معركة الوعي بأشياء كثيرة جدا. مش هنقول فقط المركز التابع لمجلس الوزراء للرد على الشائعات، ولكن حتى في الجلسات الحوارية، في الحوار الوطني، في مد الجسور ما بين القيادة المصرية وما بين الشعب المصري، وحرص السيد الرئيس دايما على متابعة كل المواقف وعلى التحدث للشعب المصري. حتى هو في كلماته في الكلية الحربية كان بيقول أنا بتحدث للشعب المصري من خلال كلمتي معكم. ومن هنا الحقيقة عايزة أقول لحضرتك أنه بعد 2001 وهجمات سبتمبر 2001 حصل تغير بخصوص سياسة الشرق الأوسط، وكانوا بيسموها سياسة الاحتراق الذاتي. يعني إزاي الشعب يحرق نفسه بنفسه، إزاي الشعوب في الشرق الأوسط إنها تدمر نفسها بنفسها. وده ما كانش ممكن يحصل أبدا بالحروب التقليدية، بالجيوش العادية، بالمخابرات والاستخبارات العسكرية. يعني أنا ممكن أجند 1 أو 2 أو 10 بالاستخبارات العسكرية، ممكن استولى على الارض، لكن ان انا استولى على شعب كامل وعلى وعي كامل ده مش ممكن يحصل ابدا من غير السوشيال ميديا. بدات السوشيال ميديا تظهر بعد 2001 عشان تغيير سياسات الشرق الاوسط، وكالعاده طبعا احنا دايما في الشرق الاوسط والعالم العربي مستهلك للسوشيال ميديا او مستهلك للتكنولوجي بصفه عامه. نحن لا ننتج ولكن دايما بنستهلك التكنولوجيا، ودي كانت الفكره بقى اللي قامت على اساسها اللي كما يطلقون عليها ثورات الربيع العربي في 2011، ولم يكن ربيعا ربيعيا اطلاقا عربيا ولا ربيعا حتى. فالحقيقه انه في 2011 بدات السوشيال ميديا هي اللي تجيش. ازاي ان انا اقدر اجيش؟ يعني لو انا عايز احط فكره واعمل لها ترويج كامل، لو عايز اقول ان هناك فساد في منطقه ما، انا مش مطلوب غير ان انا انشر 10 فيديوهات بس مصورين، او اجيب 10 من اللي بيقولوا عليهم بلوجرز او بيطلقوا على نفسهم بلوجرز، واقول ان في فساد. فخلاص انا كده عملت حاله بالظبط، رسخت الفكره واكدتها وعملت حاله من الوعي اللي انا عايز اعمله. مش وعي حقيقي، هو وعي مزيف، وعي مصنوع بالسوشيال ميديا. وهنا طبعا بتيجي اهميه ازاي انا استخدم السوشيال ميديا، لان احنا ما نقدرش نمتنع عن السوشيال ميديا ولا نقدر نمتنع عن التكنولوجي، لان احنا اصبحنا جزء منها، وصعب جدا ان احنا هنعيش في عزله تكنولوجيه، ده امر غير منطقي ابدا. ولكن ازاي اوعي الاطفال، ازاي اوعي الشباب. ويمكن انا كنت يعني كان عندي مقترح بسيط من وزارة الشباب والرياضة، ازاي انها تعمل مسابقات لافضل محتوى مقدم. يعني لو في بلوجرز وشايفين ان هم بيتقاضوا اموال على الفيديوهات اللي بتحقق مشاهدات عالية، في فيديوهات تستحق. يعني مثلا دايما بشوف شباب. احنا نرفع الاذان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، ونعود مرة اخرى. اتفضلوا. سنعود.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا من جديد بنجدد التحية والترحيب بكل اللي انضموا لمتابعة مباشر من مصر، ونرحب مرة أخرى بضيفتنا الكريمة دكتورة مريان جرجس الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية. وفكرة إعلاء قيمة التفاهة، صحيح. تصدير التفاهة لجعل الأجيال الجديدة تكفر بالتعليم وتكفر بالشهادة، ويروا أنه مواقع التواصل الاجتماعي بتعج بنماذج أصبحت مشهورة وهي صحيح. ليست ذات قيمة. صحيح، هي دي الفكرة، فكرة تفكيك المجتمع. ما أنا هفكك المجتمع إزاي لو المحتوى غير يعني تافه وغير هادف؟ الحقيقة أنه ده بيؤثر جدا على القيم المجتمعية، بيعمل تفكيك وتكسير لكل القيم المجتمعية، وبالتالي بيفكك المجتمع وبالتالي بيفكك الدولة. هو ده المخطط. فلازم شبابنا يكونوا واعيين بهذا الشيء. لازم يكون في تشجيع أيضا للمحتوى الهادف. الحقيقة لما بيكون في مساحة فاضية لازم إنها تتملي. احنا مش عايزينها تتملي بمحتوى غير هادف، عايزين محتوى ثمين ومحتوى بيقدمه. لأن الحقيقة بشوف كمان على الجهة الأخرى إن في شباب بيقدموا محتوى كويس جدا، ولكن مش بيلاقوا نفس الريتش أو نفس الشير اللي بيحظوا بيه هؤلاء اللي احنا دايما بنقول إنه هذه المحتويات هي خطر على المجتمع المصري وخطر أن يقتدي به الشباب. ولكن برضو الشاب لسه لم يكتمل نضجه، والأطفال اللي دلوقتي صغيرين جدا بيدخلوا على السوشيال ميديا بيلاقوا هذه النماذج بتحقق أرباح، فطبيعي يعتقدوا إن ده شيء جيد، إن هم هيقولوا يطلعوا في الفيديو يقولوا أي حاجة، ولكن أي حاجة دي هي الخطر الحقيقي على المجتمع. فمن هنا لازم هذا الفراغ اللي موجود على السوشيال ميديا مش فراغ محتوى، ولكن فراغ لكل المحتويات الهادفة، لابد إن احنا اللي نملاه. فبكده احنا اللي نقدر نتحكم في السوشيال ميديا. وكنت بقول
اقول لحضرتك قبل الفاصل انه وزاره الشباب والرياضه بالظبط مسابقه لافضل محتوى. يعني بشوف دايما شباب بيسافروا بلدان بيفرجوا الناس على البلدان المختلفه، على الصين، على النرويج، على الشمس اللي بتطلع في الميد نايت بالليل في النرويج. فالحقيقه ان الشباب دول بيقدموا محتوى هادف. ايضا في بعض من الشباب كانوا عاملين فيديو ظريف جدا بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي عن حياه طفل في الحياه الفرعونيه، بيتخيلوها كيف كانت حياه الطفل المصري في الحياه الفرعونيه. ده بيأكد الهويه الوطنيه، بيعمل جوله تاريخيه في من 7000 سنه كيف كانت الحياه المصريه. الحقيقه ايضا دي كلها امثله للمحتويات اللي احنا عايزينها تملى الفراغ الموجود على السوشيال ميديا. فبالتالي كل النماذج اللي احنا بننقدها واللي مش عجبانا هتختفي شيئا فشيء. والحقيقه ان هنا بيبقى زي ما قلت لحضرتك صعب ننقطع عن السوشيال ميديا، ولكن في نفس الوقت احنا لازم نكون جزء من هذا الركاب. لازم لا نتخلى عن الفجوه التنمويه والتكنولوجيه وكل هذه الكلمات. منع الفيسبوك مثلا احد مواقع التواصل الاجتماعي والدنيا ماشيه عندهم صحيح، ولكن كويس. ما تقدرش تمنع التكنولوجيا بصفه عامه. يعني ممكن يكون في تطبيق واحد هو المهم جدا في الدوله، وهو ده النموذج الصيني اللي بتقوم بيه. ولكن زي ما قلت لحضرتك هو احنا مش لازم ننقطع، وده كانت كلمه السيد الرئيس، قال ان احنا مش لازم ننقطع عن السوشيال ميديا، ولكن ممكن ناخد اجازه من التليفون يوم كامل. طبعا ادمان التليفونات، والحقيقه ان دي يمكن مشكله دايما كل ام بتيجي تقولها لي قد ايه الطفل منكب على التليفون من ساعه لما يصحى لحد ما ينام. ده بيكون ليه اثر صحي وسلبي جدا، واثر نفسي سلبي ايضا. فمن هنا اكيد المجتمع المصري هو اللي يبدا يطوع السوشيال ميديا وهذه المواقع لخدمه المجتمع المصري، وليس احنا اللي بنكون بنخدم اهداف هذه المواقع. هل السوشيال ميديا بتهدد الاعلام التقليدي الكلاسيكي؟ هل السوشيال ميديا طبعا بتهدد الصحافه الكلاسيكيه التقليديه؟ عايزه اقول لحضرتك دلوقتي هاتي حد واحد لديه القدره ان هو يسمع برنامج ساعه كامله، حتى لو كان برنامج مش بيقدم وجبه دسمه او بيتحدث في السياسه، ولكن سهل جدا ان هو يقعد على الفيسبوك ويقلب الريلز او الفيديوهات القصيره جدا. والحقيقه يمكن في احد الاطباء النفسيين كان بيتحدث عن الاثر السلبي، ازاي لما حضرتك تشوفي فيديوهات مختلفه من محتويات مختلفه جدا إيه في المخ؟ اثرها السلبي على المخ بيحصل تشتيت. بتتحركي ما بين حاجه دينيه وحاجه ترفيهيه وحاجه طبيخ وحاجه طبيه ومعلومه عسكريه وخبر عن غزه. كل ده العقل في 3 دقائق العقل ما يقدرش. ده بيعمل تشتيت للوعي. وعشان كده طبعا اجابتي على سؤال حضرتك هو ان السوشيال ميديا بتهدد الاعلام التقليدي، لان هم كلهم دلوقتي وكل الشباب بيبقوا منكبين اكتر على هذه الديجيتال ديفايسز او التابلت او وات ايفر. فالحقيقه احنا عايزين احنا زي ما قلت لحضرتك احنا اللي نطوع هذه الاشياء لخدمتنا، ما نكونش احنا اللي بنخدم هذه الاشياء واهداف التكنولوجيا او اهداف السوشيال ميديا الاثمه اللي تم وضعها خصيصا للشرق الاوسط. لازم نكون واعيين بالسيناريو الحقيقي او الحكايه، اصل الحكايه كانت ايه. يعني الفيسبوك اول ما طلع كان عشان تشوفي اصحابك في ابتدائي، صحابك في اعدادي، وتطور الامر لحد ما لقينا ثوره 2011 25 يناير كانت كلها بدايتها من هذا الموقع، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. صحيح، هذه المواقع قادره انها تعمل تجيش في ثواني معدوده وتوجه الراي العام في ثواني معدوده. يعني البلوجرز اللي احنا بنقول عليهم ان هم بيطلعوا بيتكلموا في محتوى تافه ومحتوى غير هادف، البلوجرز دول لو لقوا ان في ستوري معينه بتجيب فلوس اكتر هم غير مدركين. يعني انا حتى وصفتهم وقلت ان هم جنود غير يعني جنود مرتزقه لهدف هم مش فاهمينه. هتلاقي ان هم كلهم بيتكلموا في نفس الشيء، ده توجيه للراي العام دون ان يدركوا ان هم بيعملوا توجيه للراي العام، ولكن لقوا ان المحتوى ده بيجيب فلوس، بيبقى فيه ريتش اعلى، او بيبقى فيه الموضوع اللي بيتكلموا عنه بيجي ارباح منه كثيره جدا، فبيلاقوا ان هم كلهم بيتكلموا في نفس الموضوع دون ان يدركوا. وهو ده فكره التجيش اللي ألعن من الجيوش المرتزقه او الجنود المرتزقه. فكره تحري الدقه نتعلمها ازاي؟ حضرتك وجهي كلمه للمواطن المصري ازاي يتحرى الدقه ويتوقف عن فكره شير في الخير. صحيح. ان خبر ممكن يكون بيأذي دولته، بيأذي بلده، بيأذي اقتصاده، بيأذي السياحه، والعديد من الامور اللي ممكن تحدث بشكل سلبي تجاه بلده او تجاه عيلته. ازاي يقدر يفرق بين ما يتلقى ويشوف تحري الدقه في كل حاجه؟ صحيح. هرجع لحضرتك بسؤال حضرتك وهجاوب من كلمات السيد الرئيس في الكليه الحربيه
الخارجيه لما قال مش كل حاجه بنشوفها او بنسمعها هي حقيقه. والحقيقه ان الكلمه دي لوحدها يعني حكيمه جدا ومتزنه جدا، لان عايزه اقول لحضرتك ان دلوقتي بقى في فيديوهات مصنعه من الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي هي فعلا كلها فابريكيتد، كلها غير حقيقيه. يعني كنا بنقول دايما ان الفيديو صعب ان هو يتم فبركته، كنا بنقول ان الصور ممكن يحصل فيها فوتوشوب او تصنيع او تزييف، ولكن الألعن دلوقتي ان الفيديوهات اصبحت مفبركه، وبقى سهل جدا ان الواحد يقدر يفبرك فيديو، والفيديو ده حضرتك تاخديه وتستقيه ان هو حقيقه وان هو وعي، ولكن هو ابعد ما يكون عن الحقيقه وان هو غير حقيقي تماما. طيب ازاي تكون الرقابه على السوشيال ميديا؟ هل الدولة؟ هل الإنسان ضميره؟ هل الأب والأم لأولادهم؟ لا، هو الأب والأم بيعانوا الحقيقة دلوقتي في موضوع السوشيال ميديا، فما نقدرش نعول على الأسرة المصرية أن يكون في رقابة على السوشيال ميديا، لأنه مهما عملوا لن يكون هناك رقابة إطلاقا على المحتوى المقدم للأطفال. ولكن زي ما قلت لحضرتك هتبقى مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة أن يكون هناك ضوابط رقابية، مش فقط على التجاوز. يعني طبعا عندنا مباحث الإنترنت لها كل التقدير والاحترام ولوزارة الداخلية، ولكن بتكون فقط تقتصر على التجاوز في الألفاظ أو على الجريمة، هي فكرة الجريمة الإلكترونية. ولكن احنا عايزين ضوابط رقابية أكبر على كل محتوى، أن يكون هناك في بقى التاتش المصري أو ضابط مصري زيادة على الجايد لاينز. ما هو الفيسبوك وكل المواقع السوشيال ميديا دي ليها ضوابط معينة، ولكن احنا عايزين نحط ضابط من نفسنا أو من الحكومة المصرية أن يكون المحتوى هادف. لو المحتوى بتاع الفيديو غير هادف يتم منعه. يعني لو مش بيقدم محتوى معين ثقافي أو تاريخي أو حتى ترفيهي بشكل جيد بما يتسق مع التقليد المصري والعادات المصرية والمجتمع المصري، لأنه حتى لا يتم تفكيك المجتمع بهذه المحتويات الآثمة. شكرا جزيلا دكتورة مريان جرجس، الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية، شرفتينا. ميرسي يا فندم، شرف ليا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، نلقاكم غدا وأسرة جديدة. أسرتنا النهارده رئاسة التحرير أستاذة دعاء همام، الإخراج دكتورة لمياء سمير، وتحياتي لحضراتكم أيتن الموجي. شكرا وإلى اللقاء.